هو انا ليه ربنا مش بيوفقني؟ مش ربنا قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل؟ قال وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فين بقى؟ ذاكرت وتعبت واجتهدت وفي الاخر غلطت كتير جدا في الامتحانات، وغالبا ده اللي بيحصل. يعني بذاكر وبجتهد وما بجيبش درجات مرضيه، مع ان في غيري انا عارفه ان هم مش بيذاكروا زيي ومش مجتهدين زيي او مش بيسعوا زيي يعني، ودرجاتهم افضل كتير، ماشيين مبسوطين في حياتهم وانا لا. ليه يعني طول السنه تعب ومصاريف واجتهاد ومذاكره وفي الاخر كل ده يضيع بسبب امتحانات، مع ان انا عملت كل اللي اقدر عليه؟ وفكرت في كل ده توصلت لاجابه مرضيه جدا بالنسبه لي. ساعه ما غيرت طريقه تفكيري دي لقيت ان انا كمان اتغيرت للاحسن، وحياتي بقت اريح بكتير وبقيت عايشه فعلا مرتاحه عن زمان. قبل ما اقول لك اي حاجه، عشان عارفه ان انت ممكن تقول لي اللي ايده في الميه البارده مش زي اللي ايده في النار، فانا عايزه احكي لك عن فتره في حياتي عشان تفهم ان انا كمان كنت في وضعك ده قبل كده. في فتره كان في حاجه في حياتي بسعى لها كويس جدا جدا جدا، كنت بعمل كل حاجه، بصحى وانام مفيش سيره في دماغي الا الحاجه دي، وكنت كمان بجتهد وبصرف وبعمل كل حاجه. انا حتى مواعيد نومي ومواعيد كل حاجه في حياتي كنت بغيرها على الحاجه دي. حتى في حاجات معينه حرمت نفسي منها علشان ان انا اقدر اوصل للهدف ده. وكنت كل ما بقرب من الهدف ده الاقي نفسي ان انا بفشل وبوفق من جديد. ما كنتش بتوفق فيها خالص. ما كنتش فاهمه الحكمه من ده اساسا ايه، يعني ان انا ابقى بسعى لحاجه كويس جدا وبعمل اللي عليا كويس جدا وبرضه الحاجه دي مش جايه، بس كنت برضه مكمله سعي. سبحان الله، لما بدات ان انا ابدا انجح يعني في الحاجه دي واقرب خطوات من هدفي ده وان انا احقق الحاجه اللي انا عايزاها، بدا ربنا يبين لي ان هي اصلا مش مسار الخير ليا، ومش هي دي الحاجه اللي اكمل فيها فعلا حياتي، ومش هو ده الطريق اللي المفروض امشيه. وفهمت كمان ان مش دي الرساله اللي انا جايه عشانها في الدنيا. مؤمنه ان كل حد فينا جاي يعمل حاجه هنا، وان ربنا طالما خلقك وحطك في مكان يبقى هو مستني منك حاجه معينه هو عارف ان انت قدها. لما كنت بخفق في الحاجه دي وما بنجحش كنت دايما اسمع تعليقات من الناس اللي حواليا بيحاولوا يرضوني بيها: معلش ربنا يصبرك، انت لازم تصبري، هي اصلا مش خير ليكي، ربنا شايلك الاحسن. ما كنتش بفهم فين الخير في ان انا احلامي تضيع او الحاجه اللي انا بحبها تبعد عني. بعديها بفتره لما ربنا غير مسار حياتي لحاجه تانية خالص، حاجه افضل واعظم بكتير من اللي انا كنت بسعى لها، فهمت هو ليه ربنا ما كانش بيوفقني في الاولى دي وليه ما كانش عايزني اكمل فيها. زي احداث حياتك دلوقتي، انت مش فاهم الحكمه في اللي بيحصل ولا فاهم ايه اساسا المغزى من كل ده. فاهم ايه الحكمه في ان انت ما تجيبش المجموع اللي انت عايزه، او حتى ان انت تدخل الامتحان بعد ما ذاكرت وحليت تحل وحش. خلينا نفكر سوا واسالك، بعيدا عن ان انت لسه خارج من امتحانات او حتى لو انت في الكليه وجبت نتيجه غير مرضيه بالنسبه لك، يعني اركن احداث حياتك على جنب وتعالى نفكر كده بمنطقيه. هو ايه اصلا مفهوم التوفيق بالنسبه لك؟ يعني هل التوفيق ان انت توصل لكليه معينه، او ان انت توصل مثلا لوظيفه معينه، تجيب درجه معينه؟ التوفيق بالنسبه لك هو ان انت توصل لوجهتك اللي انت سافرت لها اميال كتيره وحاولت كتير عشان توصل لها واجتهدت وتعبت، الحاجه اللي انت كنت مخططها يعني في دماغك ان انت توصل لها من الاول؟ طب خليني اسالك سؤال تاني، هو انت مقتنع بكلام ربنا اصلا ولا بتردده وخلاص؟ يعني انت مقتنع ان طالما ربنا قال ثم يجزاه الجزاء الاوفى ان فعلا ربنا هيكافئك؟ انت مقتنع يبقى احنا كده زي الفل ومتفقين. نروح للسؤال اللي بعده: هل ربنا يحدد ايه هو الجزاء الاوفى اللي هيديهولنا ده بعد ما نتعب ونشتغل يعني ونسعى؟ هتقول لي ما حددش. صح، ما حددش، ده معناها ان هي ممكن تكون حاجات كتيره قوي، ممكن تكون كليه، ومش شرط اللي انت عايزها، ممكن كليه معينه تبقى هي فعلا الخير ليك فربنا يوفقك لدخولها. وهنا التوفيق بيجي في ان ربنا اصلا يمشي لك مسار حياتك للحاجه اللي فيها خير ليك. هتقولي ايه الخير اللي انا ممكن اسيب كليه مثلا انا بحبها واروح لكليه تانية؟ هقول لك ممكن الكليه دي تبقى هي سبب اساسا ان ربنا يرزقك بعديها رزق واسع جدا. وما تنساش ان كلنا جايين الدنيا اصلا، حتى ربنا عشان عارف النفس البشريه قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا. فما تقنعنيش ان ممكن حد مثلا ربنا يرزقه من كليه ما يعني بعيشه كويسه ورزق حلال ويبقى متضايق، او ما تقنعنيش ان انت مش محتاج المال ده في حياتك. ممكن تكون الكليه دي اساسا سبب ان انت تلتقي باشخاص معينين هيفرقوا في حياتك ويكونوا فعلا تحويل جميل في حياتك، او انك حتى تتحسن في شخصيتك للاحسن، او انك تنجح وتجيب درجات كويسه فيها اكتر كمان من الكليه اللي انت كنت فاكرها هي الخير ليك، وانها تكون حتى سبب لاحترام الناس ليك. التوفيق يجي في وظيفه ما تسبب لك دخل، تسبب لك احترام، تسبب لك العيشه اللي انت كان نفسك تعيشها. سمعت حاجة في مرة قبل كده بتقول ان انتوا لو عرضت عليكم يعني الاقدار هتختاروا الواقع وهتختاروا اختيار ربنا ليكم لان هو دايما الاحسن. عارف كمان التوفيق ممكن يجي فين؟ ممكن لما ربنا يخرجك من موقف انت كنت شايف ان مستحيل تخرج منه اساسا، مثلا حاجة عملتها غلط في شغلك وعدت، او امتحان ان انت ما استعدتش ليه كويس في الكلية وعدى بدرجات افضل كمان من اللي انت تستحقها. بيبقى ربنا شايل لك السعي اللي انت سعيته قبل كده وبيديهولك دلوقتي. هيحصل لك اي حاجة من دول اسأل نفسك ليه، هتلاقي الاجابة واحدة بس: ده توفيق ربنا. مواقف كتيرة جدا هتمر عليك انت كنفسك كعبد ضعيف مش هتبقى عارف تعدي منها، بس هتسأل نفسك هتلاقي ان ده توفيق ربنا. كل حرف ذاكرته، كل تعب، كل اجتهاد، كل حاجة عملتها مستحيل تضيع. الفكرة ان اشكال التوفيق بتختلف،
وبتختلف كمان طبقا لان ربنا شايف وعارف ان كل حاجه حد في محتاجها فينا ايه. يعني اكيد احتياجاتي غير احتياجاتك، حياتي بقدراتي بالاشخاص اللي حواليا مختلفين عن حياتك وقدراتك والاشخاص اللي حواليك. فربنا دايما بيرسم لكل واحد خطه مختلفه عن التاني، لان لازم كلنا في الاخر نكمل بعض. وافتكر ان دايما كده كده كل واحد واخد رزقه، مفيش حد بياخد رزق حد، ومفيش حد جاي في الدنيا يتظلم وبس، ده ان كان ده ظلم اساسا. والشخص اللي انت شايف ان هو ما بيذاكرش كويس بس بيجيب درجات، انت ممكن تكون ما تعرفش ملابسات حياته، يمكن يكون هو ده اقصى حاجه ممكن يديها وربنا عارف ده، فبيحاسبه على ظروفه اللي هو عايشها. القاعده عشان تعيش مرتاح ما تبصش لحد ولا تقارن نفسك بحد، وصدقني محدش مهتم. الثانويه العامه او الدرجه او الكليه مش نهايه العالم، لان الشخص الناجح هو اللي بيعمل نجاحه بنفسه. النجاح الحمد لله عمره ما كان متوقف على كليه او وظيفه، لان انت ممكن تستقيل من وظيفتك اصلا وتلاقي وظيفه احسن منها، ممكن تترفض عشان انت فاشل في مجال ما ولكن تنجح في مجال تاني خالص. اختلافنا ده هو في حد ذاته رحمه لينا كبيره جدا. زي كده ما انا قلت لك كنت بسعى لمجال تاني والحمد لله ربنا وفقني لمجال تاني خالص ولقيت ان هو الافضل. اكدب عليك اكيد المجال الاولاني ده لسه بيوحشني، بس خلاص الحمد لله ان ربنا عوض بحاجه تانية، وان الحمد لله ان ربنا وجه تفكير لحاجه تانية، واني بدات واحده واحده ارضى بالحاجه الاولانيه دي ما جاتش. فكره كل ما ترضى اسرع كل ما انت هترتاح اكتر. فكره من باب الرضا ده ان انت تبدا ان انت ما تفكرش في الحاجه اللي راحت. عارف حمزه نمره بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي راح لو كان كويس كنت ازعل يوم راح. ما تزعلش بقى عشان انت عارف متاكد ان مش هو الكويس. عايزاك على فكره ما تنساش حاجه، انت بالفعل خدت اجر على كل حاجه عملتها. انت بتنسى ساعات انك طالب علم، وان طلب العلم ده فريضه ربنا فرضها علينا، وان كل حرف بتذاكره طالما احتسبت ان هي فيه عند ربنا ان ربنا اداك عليه اجر كبير جدا. خلي بالك ان انت كمان اتعلمت، كل حاجه ذاكرتها كل تجربه خضتها علمتك كتير وفرقت في شخصيتك، فانت كسبان كده كده مش خسران. عارفه ان صعب تتقبل ضياع حلمك او تحويل مسار حياتك والخطط اللي انت كنت بانيها والاحلام. صدقني حسابات ربنا وترتيباته غير خالص، وافضل كتير كمان من اللي احنا كنا راسمينه لنفسنا، لان ربنا يعلم وانت لا تعلم. اما الوقت يعدي وتشوف كرم ربنا ليك او تستمر يعني في اجتهادك وسعيك، وان انت كمان تتقي الله، لان من يتقي الله يجعل له مخرجا، فهتبدا تلاقي ان ربنا بيطلعك من كل ضيق انت فيه، ومن كل حاجه وحشه تعرضت لها، ومن كل موقف انت شايفه صعب عليك. فلما تمر بكل ده هتفهم وقتها ليه ربنا عمل معاك كده، وهتفهم وقتها ليه ربنا بعدك عن الحاجه دي مع ان انت كنت شايف ان هي الخير. اهم حاجه دلوقتي انك ما توقفش سعي. وتاني بفكرك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فاتقي الله مع اهلك في مذاكرتك، هتلاقي نفسك في حياتك كلها بقت احسن كتير. ربنا حول حياتك لحاجه تانية افضل بكتير، من احترام الناس ليك ونظرة اهلك ليك، نظرتك لنفسك، توفيقك في دراستك. كل شويه بسمع جمله غريبه كده، حسابات ربنا غير، مش بحساباتك بحسابات ربنا. بما ان انت بتحب القصص هحكي لك بسرعه قصتي وانا منتظره نتيجه الثانويه العامه، او يعني بمعنى اصح من اول يوم في امتحانات الثانويه العامه وانا بحسب لنفسي. ما كانتش صح حاجه اعملها بس اديني عملتها وخلاص. حساباتي لنفسي بقى كانت تجيب ان انا اجيب 91.5، وعلى فكره كنا مراجعين ومظبطين وموجه الماده والمدرس الفلاني والاجابات والكلام ده وحاجات موثوقه. وقتها انا الدنيا كانت بجد سودة في وشي جدا. التعب ده كله 91.5 دي مش هتخليني الحق الكليه اللي انا عايزاها. كنت بدعي ربنا وقتها انه يا رب حتى لو اقاليم بس دخلني طب بشري، وكان عندي شعور وقتها ان التنسيق هيعلى. قد كان على فكره والتنسيق عالي، بس ربنا ابهرني بكرمه تاني، وكرمه كان اعظم بكتير من توقعاتي. وعشان كده حسابات ربنا غير فعل. ربنا اراد وقتها ان اجيب المجموع اللي يدخلني الكليه اللي انا عايزاها في محافظتي، يعني كمان ما ضربش عن اهلي. اساسا كان الدخول القصر العيني دي عندي رغبه، ما كنتش اعرف ان الوضع كده هناك. يعني لما هتجونا السنه الجايه هتتبسطوا جدا. يعني حلاوه البدايات كانت مصوراني ان هي دي الكليه وهو ده المكان اللي انا عمري ما هعرف اخش حاجه تانية غيره. والحمد لله ان ربنا رضاني وقتها ودخلت المكان ده. بس لحظه، ده التنسيق عالي وحساباتي انا كانت ايه؟ كانت 91.5 اللي هي اصلا ما تدخلنيش، حتى لو التنسيق كان زمان زي ما هو ما تدخلنيش اساسا المكان ده. ده طلعت مش بحساباتنا فعلا، وكمان طلعت مش بالمنطق. يعني انا المنطق اللي هو 1+1=2 حسبتها لنفسي ان هي لا 91.5. طلعت ان ربنا لما بيقول للشيء كن فيكون، وانه حتى لو انا كنت غلطانه ومتاكده ان انا غلطانه، حسابات ربنا تغير كل حاجه في لحظه، او اراده ربنا تغير كل حاجه في لحظه وتخليني اجيب الكليه الفلانيه. انت عارف انا جوايا يقين ومصدقه في حاجه، ان حتى لو بصيت على ورقي دلوقتي ولا اتيحت ليا الفرصه، يعني اني ممكن الاقي حاجه كانت معموله غلط واتصححت. ده على فرضا يعني ان نموذج الاجابه كان صح. هتقولي ازاي يعني ده مش منطقي انه يحصل؟ هقولك لان اراده ربنا مش محتاجه منطق. هقولك انت محتاج تعمل حاجه الفتره دي، الحاجه اللي هتغير لك فعلا حياتك ان انت تدعي. اسمع دايما ان الحاجه الوحيده اللي بتغير القدر هي الدعاء. ادعي ولح على ربنا في الدعاء وتعلم ازاي تدعي صح.
ابدأ دعائك بان انت بتثني على ربنا سبحانه وتعالى، بعديها تلح على ربنا في طلبك وتطلبه كتير جدا منه، بعديها تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كتير جدا، وحاول ان انت تصلي قيام الليل وتدعي. الحاجات دي ممكن فعلا تغير حياتك الفترة دي خالص. لو انت حاسب لنفسك درجات معينة ممكن ربنا يغيرها. مش كلام تنمية بشرية، انا حكيت لك اللي حصل معايا بالظبط. وعلى فكرة مش انا اول حد يقول كده، في ناس كتيرة جدا ربنا غير حياتها فعلا ودخلها مكان ما هي اصلا ما كانتش على بالها انها تخشه. وعلى فكرة مش شرط ان المكان ده يبقى اعلى من المكان اللي هي كانت عايزاه، او حتى مش شرط يكون المكان ده هي اللي كانت عايزاه من الاول بس شايفاه مستحيل. ممكن يكون مكان ما كانش على بالها خالص بس ربنا دخله لها لان هو الافضل، ووقتها تتغير حياتها للاحسن. اهم حاجه تبقى واثق ان ترتيبات ربنا افضل، برضه انك تحمد ربنا دايما، احمد ربنا على كل حاجه عندك في غيرك محروم منها. زي ما بتبص لاحسن منك، بص ان انت احسن من ناس كتير. سلام.